رغم القوة والعظمة اللي كانت بيها فترة حكم الملك آشوربانيبال، واللي قلنا اللي تعد واحدة من أهم فترات حكم الإمبراطورية الآشورية على المستوى العسكري والثقافي والاجتماعي، لكن في سنة 612 قبل الميلاد، واللي كانت فترة حكم الملك آشوربانيبال، سقطت المملكة أو سقطت الإمبراطورية الآشورية بعد ما تعاونوا عليها مجموعة من الأعداء ومجموعة من السكان اللي كانوا تابعين للإمبراطورية الآشورية، وتم حرق العاصمة نينوى واحتلالها. لكن مكتبة آشوربانيبال ما قدروا يلقوها الغزاة ولا حتى سكان نينوى نفسهم، لأن وقعت عليها تلال من الأتربة واختفت المكتبة. وحتى النيران اللي حرقت العاصمة نينوى مست جزء بسيط من الألواح الطينية هاي، لكن ما تأثرت لأن هي كانت مصنوعة من طين مفخور، ما راح يتأثر بالنيران. وظلت مكتبة الملك آشوربانيبال مختفية وما حد قدر يلقى لها أثر، إلى أن بدأوا علماء الآشوريات والعلماء بالتنقيب بالأماكن اللي سكنوا بها الآشوريين، بدأوا ينقبون وبدأت عمليات التنقيب، وفعلا تم العثور على مكتبة آشوربانيبال من قبل عالم الآثار البريطاني المدعو أوستن هنري. لقى أجزاء من مكتبة آشوربانيبال، ويقال أنه هو عثر على القسم الأول اللي كان موجود في قصر الملك سنحاريب. تقريبا عثر على المكتبة سنة 1849 ميلاديا، وتم نقل أغلب الآثار اللي لقوها أو الألواح الطينية إلى بريطانيا. وبعد 3 سنوات قام مساعد أوستن هنري العالم الآشوري الموصلي المدعو هرمز رسام بالبحث والتنقيب بأماكن مختلفة في نينوى، وعثر على الجزء الثاني أو القسم الثاني من مكتبة الملك آشوربانيبال اللي هي موجودة في قصر الملك آشوربانيبال، تقريبا بعد 3 سنوات من بحث أوستن هنري بالمكان هذا. لكن أغلب الآثار أو الألواح الطينية اللي عثر عليها هرمز رسام كانت تالفة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، فقرروا إرسالها إلى أوروبا حتى يعالجون هاي الألواح الطينية، وفعلا هي أغلبها الآن موجودة خارج العراق. وعلى آثار هذه الاكتشافات ألف أوستن هنري كتاب بعنوان استكشافات أطلال نينوى وبابل. الكتاب طبعا هذا عنوانه بالعربي، اللي صدر في سنة 1853 ميلاديا، وحكى بقصة اكتشافه لمكتبة آشوربانيبال. فعلا حاليا أغلب الألواح الطينية اللي تم العثور عليها موجودة في المتحف البريطاني، أكثر من 30,000 لوح. حتى أمناء المتحف اقترحوا أنه يسوون فهرس وتبويب لهاي الأشياء مال المكتبة أو المواد الموجود بها، حتى يقسموها إلى مواد ثقافية وتاريخية ورياضية وغيرها. وقام العالم الألماني كارل بيزولت بتصنيف محتويات المكتبة وترتيبها على 5 أصناف: تاريخ الأدب، المكتبة الخاصة بالملك، المراسلات الملكية، مكتبة المعبد، والعقود والمواثيق. وطبعا مكتبة آشوربانيبال ظلت درس وحدث مهم جدا بتاريخ بلاد النهرين. الملك آشوربانيبال مثل ما نعرف هو والده الملك أسرخدون وجده الملك العظيم سنحاريب. سنحاريب علم ممكن آشوربانيبال القوة، وشفنا القوة والعظمة العسكرية اللي كانت عنده مثل جميع الحكام الآشوريين.
كان لدى الآشوريين ما يعرف باسم الكائنات الحارسة، اللي هو الثور المجنح أو لاماسو مثل ما ذكر بالكتابات الآشورية، اللي موجود طبعا خلفي بالصورة. وحبيت أنه تكون حلقة عن مكتبة آشوربانيبال، المكتبة العظيمة هاي، وموجود يمنا الثور المجنح، واحد من أهم رموز الإمبراطورية الآشورية، بل ممكن الرمز اللي نشوفه نعرف قوة وعظمة هاي الحضارة. تعد مكتبة الملك آشوربانيبال أول مكتبة بالتاريخ. قال عنها الكاتب روبرت جورج ويلز في كتابه A Short History of the World أنه هي أثمن مصدر للموارد الطبيعية بالتاريخ. ممكن من نقرأ أقدم مكتبة بالتاريخ، راح تحسه مانشيت أو عنوان جاذب حتى تقرأ عن الموضوع أو حتى تشوف فيديو معين، شلون الفيديوهات اللي دائما تصير مقترحة قدامك، أقدم حدث، أقدم شيء. لكن الحقيقة أنه مكتبة الملك آشوربانيبال اللي تم العثور عليها في نينو هي فعلا أول مكتبة بالتاريخ، واللي حملت اسم مكتبة الملك آشوربانيبال نسبة إلى الملك الآشوري آشوربانيبال اللي أسس هاي المكتبة. ومكتبة آشوربانيبال هاي اللي هي أنشأها الملك آشوربانيبال، اللي يعد واحد من أهم حكام الإمبراطورية الآشورية، وحتى واحد من أهم الحكام بالعالم، لأن ما كان فقط مشهور بالقوة العسكرية أو الفتوحات العديدة اللي خاضها، رغم أنه هو خاض فتوحات عديدة، وراح نشوف أنه الإمبراطورية الآشورية بعهده توسعت كثيرا، يعني اتساع كبير جدا، حتى وصل لمصر وقدر يحتلها بس أو يفتحها. لكن اشتهر بأنه هو الحاكم المثقف أو الحاكم الواعي، هكذا نعرف أنه آشوربانيبال هو الحاكم المثقف. حتى دائما المنحوتات والرسومات اللي تمثل آشوربانيبال راح نشوفه شايل لوح طيني مثل الكتاب. تحتوي المكتبة على الآلاف من الألواح الطينية اللي تم جمعها من مختلف أنحاء بلاد النهرين، واللي تعود تحديدا من سنة 668 إلى سنة 628 قبل الميلاد، واللي انكتبت أغلبها باللغة السومرية واللغة الأكدية القديمة. أما القسم الثاني من المكتبة اللي كان قسم الملك آشوربانيبال، واللي موجود بقصر الملك نفسه، وكان يحتوي على ألواح طينية مختلفة عن الجزء الأول اللي هو بقصر الملك سنحاريب. والملك آشوربانيبال كان يهتم دائما بزيارة القسمين، يعني القسم الأول اللي هو في قصر جدة سنحاريب، والقسم اللي موجود عنده بالمكتبة بالقصر. وكان دائما يبحث عن ألواح طينية غير موجودة بالمكتبة ويحاول الحصول عليها وضمها إلى مكتبته.